قال لك ده ممكن طفرة في المخ نظرا ان هي عندها تضرر في المخ. فحبيبتي راحت هي ايه، قعدت على كرسي. دي كانت اكبر صدمة ليا، وهي صدمة للبنت. البنت كانت رافضة حبيبتي ان هي تقعد على كرسي. مفيش حاجة في الحياة كاملة، لكن اللي بيكمل كل حاجة هو الرضا. أيوة الرضا. ربنا اداني اكبر هدية، اكبر مكافأة. رجعت بيها يوم تاني هنا على الامارات. يعني رضينا الحمد لله، والله انا راضية، والله الحمد لله رب العالمين. الرضا باللي ربنا قسمه، ودي حكاية أم خلود. وأهلا بيكم في لقمة خير. ربنا رزقها بالملايكة دول وكانوا أول فرحتها، لكن صبرت واحتسبت. وزي ما قالوا جوه رزقك رزق غيرك. تتغرب 20 سنة هي وجوزها وولادها، لكن جايز تكون الغربة ديت عشان الولاد يتعالجوا كويس ويكملوا حياتهم. في ظل بقى اللي احنا فيه ده كله ادور على اي شغل. فانت جيتي على بالي، فقلت يا بنتي يكون ربنا يفتح لنا، او يفتح لي باب رزق تاني، يفتح باب رزق لجوزي ان هم يعني يمددوا له شويه. طلبت تعمل اللقمة رغم الظروف دي كلها عشان ربنا ييسر لهم الرزق وتقدر تكمل رسالتها مع أولادها. وأنا برمي حمولي على الله وبقصد كريم، وأقول يا ريت لو في حد من المسؤولين في الإمارات بلد الخير يقدر يساعدها في شغل أو يمد لجوزها سنتين كمان. هنعمل النهاردة 100 وجبة فراخ مشوية، وهتروح دار الضيافة بتاعت معهد الأورام. وفي الختام مفيش ختام يا ام خلود، الحياة يوم مش يومين، واعتقد ان حياتك كان يومها كفاح وصبر، وربنا هيحقق كل امانيكي. ادعوا لها وادعوا لي. اشوفكم على خير يا اهل الخير.